السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني. انا قبل كده عملت معاكم الحواوشي. عملت الحواوشي معاكم اللي هو العيش العادي البلدي العادي. النهاردة نعمل اسكندراني. انا طبعا هعمل العجينة، واللي عايز يرجع للفيديو هتلاقيه موجود عندكم على القناة. خلاص. آه هيظهر لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. هتلاقوا طريقة الحواوشي كلها. هنا معايا ده يا جماعة 7 كوبايات من الدقيق. خلاص. عليهم معلقة صغيرة من الملح، وكمان عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، وكمان 3 معالق من السكر. حطيت عليهم كوبايتين مية، وابتديت بقى في الكوباية التالتة اخد كده بالتدريج، عشان ايه؟ المية ما تزيدش معايا او تبقى قليلة معايا. يعني هاخد منها كده على حسب احتياج الدقيق. طبعا جبتها على الرخامة، احلى عجين تعجنوه بجد على الرخامة. نعجن شوية ونقف شوية. المهم عجنتها، خدت معايا بالظبط كوبايتين ونص من المية. ممكن تزيد او تقل على حسب طبعا نوع الدقيق. وبجيت في الاخر كده بعد ما اتحجنت، رحت جايبة 3 معالق من الدقيق او من الزيت او 4، وحطيتهم على العجينة وابتديت ان انا اعجن. طبعا حسيت في الوقت ده انها زي ما تكون اتفككت كده من بعضها، بس هفضل وراها لحد ما اجمعها. اهو جمعتها وغطيتها، هسيبها تختمر او تريح. خلاص، احنا مش عايزينها تختمر قوي يعني. بس طبعا انا كنتش يعني كنت مشغولة بحبة حاجات كده، فطبعا ايه خمرت معايا. المهم جبتها كده وعملتها زي رول. وكمان هجيب السكينة واقطعها. انا هقطعها 6 قطع. 6 قطع كبار و6 قطع صغيرين. خلاص، واعملهم كور. كل كورة يعني 6 كور كبار و6 صغيرين. هتشوفوا معايا دلوقتي، ادي اهو شكلهم. الصغيرين اللي هناك دول والكبار اللي في الاول، بعدلكوا هم طلعوا 6 و6. خلاص. طبعا لازم يكونوا الكبار قد الصغيرين، ما ينفعش حاجة تزيد عن حاجة. خلاص. هجيب الكرة الكبيرة وبعدين رش دي كده وابتدي ايه افردها. خلاص. وجبت قصادها كرة من الصغيرين وبرضو فردتها زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى قطعة من اللحمة، بس قطعة كبيرة شوية، لان انا كده كده بفرد الرغيف بعد كده عشان اللحمة تتوزع على الرغيف كله. وابتدي ان انا الزق القطعة الصغيرة في الكبير، وابتدي ان انا اقفل الكبيرة على الصغيرة. فاهمين قصدي؟ عشان كده بخلي الكبيرة من تحت والزقها كويس قوي، وابتدي بالنشابة كده على خفيف جدا جدا، وابتدي ان انا افردها بالراحة خالص يا جماعة، علشان بس وش العيش ما يتقطعش معايا، هيتقطع وهيتبهدل. فانا على قد ما اقدر بحاول بالراحة وانا شغالة بالنشاب، ما ادوس جامد. دي واحدة تانية. قلت اوريكم واحدة تانية. جبت عجينة كبيرة وصغيرة، بحط اللحمة على العجينة الكبيرة، بجيب حتة لحمة كبيرة كده واحطها، وابتدي الزق، احط الصغيرة عليها والزق. اجيب اللي تحت على اللي فوق، الزقهم في بعض زي ما انتوا شايفين قدامي كده. ورش دي خفيفة، وابتدي بالنشابة بالراحة، وابتدي اوزع اللحمة واوسع في الرغيف شوية علشان خاطر ما يبقاش عجين، وكمان يستوي معايا. وهوريكم طريقة سوا كده حلوة قوي على البوتاجاز. جبت نقطة زيت وحطيت بقى الرغيف. طبعا ممكن نوسع العجين زي ما احنا عايزين اكتر من كده كمان، بس اهم حاجة نحافظ على وشه. على فكرة بيستوي بيبقى زي العسل، ما تقولوش ان العجينة رقين ومش رقين، بس بتستوي لان احنا كده كده بنفردها. انا بديله زي تشميعة هنا من فوق، او نص سوا او 3/4 سوا، وبعدين بكمل في الفرن يا جماعة. جبت كل اللي انا سويتهم على النار وفي صينية مدهونة، ودخلهم على فرن حامي. يقعدوا لهم بتاع ربع ساعة كمان في الفرن عشان يستووا بقى ويكملوا سواهم. طبعا الطريقة دي بتنجز معانا جدا جدا. وادي شكله النهائي. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش معايا اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.